بطل الفيلم فاتح قام من النوم مخضوض وقعد يفكر باللي شافه واللي فكره بأيام زمان لما كان صغير. وأمه بتجهزه الصبح قالت له ما تنساش بعد ما تخلص مدرسة تروح المحل وتساعد أبوك. قال لها الراجل ده لا يمكن يبقى أبويا، جوز أمه موريه الويل. فتح لما كبر بقى رجل أعمال مشهور وعنده شركة أزياء، وهو رايح الشركة شاف خبر في الجريدة واحد خلصوا عليه باستخدام المقص. الحادثة دي فكرته بأيام زمان، جريمة المقص اللي حصلت وبعدها ودوه الأحداث. ومع إنه ما راحش السجن إلا إنه مسجل خطر وعنده سوابق. الشرطة بتحقق في الجريمة بس ما عرفوش مين اللي عملها ومفيش متهمين، عشان كده قعدوا يدوروا على مسجلين استخدموا المقص. الشرطة راحت عند مدير اسم الأحداث اللي ساب الشغل وبقى يشتغل في الموبيليا، وسألوه عن فاتح وقال لهم ما ظنش انه فاتح له دخل بالموضوع ده. هو صحيح انه الماضي بتاعه وحش وده لا يعني انه انسان سيء، الظروف هي اللي اجبرته يعمل كده. بنت المدير جت تزوره في الشغل. بنته اسمها بيراك وعندها هدف انها تبقى مصممة ازياء مشهورة وبتشتغل وبتحاول تطور نفسها. ابوها قال لها ارحمي نفسك شوية، كفاية شغل، اخرجي مع صاحبتك. بيراك خرجت مع صاحبتها الصحفية وراحوا المطعم، وبالصدفة فاتح كان في نفس المطعم وكان بيتخانق مع موديل بتشتغل عنده في الشركة. الصحفية فكرت بخبر حصري لما تفضحه وهو بيتخانق، وهي بتصور صاحب المطعم اللي اسمه علي شافها وخد الموبايل منها. علي يبقى صاحب فاتح من ايام دار الاحداث، وبعد ما خد الموبايل اداه لفاتح. فاتح قاعد يقلب في الصور وشاف صورة بيراك بنت المدير لابسه الفستان اللي هو خيطه بايده. فاتح يعرفها بس هي ما تعرفش هو مين، وبسرعة قاعد يدور على عنوانها وراح بيتها. بيراك لما شافته افتكرت انه بيلحقها بس رجع لها الموبايل وقالت له غريبة انت ما حذفتش الفيديو اللي صاحبتي عايزة تنفرد بيه كخبر صحفي. قال لها خدوا راحتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه. فاتح بيعاملها باحترام لانها بنت مدير الاحداث اللي كان بيهتم بيهم وهم صغيرين، بس بيراك ما تعرفش هو مين. فاتح شاف صورتها وهي لابسه الفستان اللي عمله وقال لها الفستان ده جميل جدا. قالت له انت مركز قوي مع الفستان ده ليه؟ قال لها انت نسيتي انا عندي شركة ازياء دي شغلتي. فاتح افتكر ايام زمان لما كان واقف ورا الباب وسمع كلام المدير وهو بيقول لزميله بنتي هتتخرج من المدرسة وما عندهاش فستان تلبسه، واللي مزعلني انه بقالي 30 سنة بشتغل هنا ومش عارف اجيب لها حتة فستان. فاتح لما سمع الكلام ده اتأثر لانه بيحب المدير الطيب وراح جاري عند علي وقال له تقدر تجيب لي قماش في الوقت المتأخر ده؟ قال له مفيش مشاكل اجيب لك قماش. فاتح اتعلم الخياطة في دار الأحداث وحب الشغلانة دي. المهم رسم الفستان وقص القماش وخيطه وجهز الفستان وحطه قدام باب المدير كمفاجأة ليه ولبنته. فاتح كان معجب ببيراك بس من بعيد. نرجع لوقتنا الحاضر. بيراك قالت له قصة الفستان ده في واحد من دار الأحداث خيط الفستان ده، والجميل في الموضوع إنه خلصه في ليلة واحدة. بس ما تنساش الإيد اللي عملت الفستان ده ممكن حرامي، ممكن قاتل، ممكن مغتصب، الله أعلم عمل إيه. قال لها ممكن كلامك صح بس ممكن يكون واد طيب، وفي النهاية أطفال الأحداث هم زي بقية الناس عندهم أحلام وطموحات. فاتح كان بيتكلم عن نفسه لأنه هو صغير اتعلم الخياطة وكان بيحلم إنه يبقى حاجة كبيرة، بس الظروف هي اللي دخلته الأحداث. بيراك قالت له سيبك من الكلام الفارغ ده، دول مجرمين. بيراك بتكره الأطفال دول لأنها لما كانت صغيرة راحت الدار عند أبوها وشافت علي وقعدت تعيط لأنها فاكرة إنه هيأذيها، بس هو كان عايز يكلمها. بس هو لما شافها بتعيط سحب السلسال اللي كانت لابساه واداه لفاتح اللي حاول يرجع لها السلسلة بس مفيش فايدة. فاتح اتضايق لأنها بتفكر إنه الأطفال اللي هناك كلهم سيئين وهو خارج من عندها ساب لها السلسلة، وهي فهمت انه اللي خيط لها فستان التخرج هو فاتح، واللي قالت عليهم مجرمين في واحد منهم بقى حاجة مهمة في المجتمع. فاتح بيفتكر ايه اللي حصل وليه دخل الاحداث، وكل القصة انه جوز امه كان بيزعق على امه ودايما بيضربها. فاتح الصغير لما شاف امه اللي بيحبها بتتضرب جاب مقص وغرزه في ظهره. فاتح قال كان عمري 8 سنين لما عملت كده، لا يمكن انسى اللحظة اللي اتكلبشت فيها وودوني الاحداث.